لو انت لسه بتتنمر وشايف ان الموضوع عادي ومش بيأثر على الشخص اللي قدامك، تعرف ان انت فيك حاجة غلط، ان انت محتاج تراجع نفسك وتراجع تربيتك وتراجع ثقافتك عن المعاملة مع الناس. لان دي معاملة، انت اول حاجة فيها بتتحاسب عليها هي ان انت قادر تكسر بخاطر حد ولا لأ، قادر الناس تحبك. عشان لسانك حلو زي ما بيقولوا، انت قادر تتكلم مع الناس وتطبطب عليهم ودايما حتى لو شايف عيوبهم بتعمل نفسك مش شايفها. هو ده الصح، مش ان انا اشوف العيب حتى لو قدامي الشخص ده فيه عيوب كتير. انا لازم اغمض عيني عن كل العيوب دي واتعامل معاه ان هو بني ادم عنده مشاعر وعنده احاسيس. في حاجة يعني انا دايما شايفاها صح، ان من ضمن المعاملات الصح ان احنا لازم نتعامل بيها اللي الدين حسنا عليها، ان احنا حتى مهما بلغنا في العلم او في التدين، احنا بنبقى فاهمين كويس قوي ان لساننا هو اكتر حاجة ممكن تأذي اللي قدامنا. بنبقى بنحسس على الكلام قبل ما نقوله.